أصبت شوية بمرض في الركب، فكنت كل ما حصلت زميل قلت كيف ركبك بشر عنها. وإذا لقيت صديق أسأله قلت بشر على الوالد كيف صحته، بشر عن ركب الوالد عسى هي مستمرة. وإذا لقيت أخ وعنده أم قلت عسى الوالدة طيبة كيف عسى ركبها جيدة تمشي، لأني ظننت أن مأساة العالم في الركب هو. فأقسم لي رجل صديق لي إن عند والده صديق عمل عملية في الشرايين في القلب في ألمانيا، هذا صديق والده كبير في السن، قال فابتلى عباد الله وابتلى الناس، كلما مر بحد قال وقف يا كيف حالكم كيف الشرايين عندكم. فصارت القضية في الواحد كلما نقص عليه شيء صارت قضيته الكبرى هذا الأمر. بالله عليكم لو قيل الواحد منكم خذ قصر أو فندق في القاهرة وتكون أعمى في هذه اللحظة، أعمى لا ترى شيئا، أو تكون أصم لا ترى شيئا، أو أبرص كل جسمك برص وبهق أو جذام، أو خذ قصور القاهرة وتقطع يدك من هنا ومن هنا، أو خذ قصور القاهرة وتقطع رجلك من هنا ومن هنا. عندنا مليارات المليارات الدولارات من الأرزاق ومن رب العباد سبحانه، لكن وقليل من عبادي الشكور. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فأكثر البشرية لا يشكرون. فنشكر الله سبحانه وتعالى على الأمن والنعمة والصحة والعافية. عدد حتى عندنا مقالة موجود في التحسين لكنها كتاب لأحد الغربيين يقول فكر واشكر. اجلس بس دقيقة وفكر فيما حولك، فكر في نفسك، ابدأ من هنا إلى هنا وابدأ ما حولك من النعم تغمرك، حتى نعمة الأظفار ونعمة الشعر ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الدم، كل شيء، وقل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وبهذه الطريقة تنتصر على السلبيات التي أنت تشكو منها والتي تتذمر منها والتي لا تحمد الله عليها سبحانه. يقول عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت عندك غرفة، عندك طعام وشراب يكفيك، مستور، أنت مؤمن، خلاص يكفي. أبو العتاهية نظر إلى قصور هارون الرشيد، تعرفون هارون الرشيد بنى قصرا في بغداد وقال للشعراء ادخلوا سلموا. الآن فين هارون الرشيد؟ وين القصر؟ أين الخدم؟ وين القواد؟ وين الحشم؟ يقول سبحانه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فرعون كان في مملكة ودولة عندكم وخدم وحشم وعسكر وجنود فلما ماذا حصل؟ فلما غطسه الله في البحر وأغرقه قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول الحمد لله والله السماء مكانها والأرض مكانه وما بكت. وبشركم الناس ذاك اليوم تغدوا ومنهم من نام نوم القيلولة ولا تغير في الفلك شيء، والملوك يذهبون ويأتون والدول ويبقى الواحد الأحد جل في علاه. فهارون رشيد بنى قصرا وقال للشعراء تعالوا امدحوا، فدخل الشعراء عليه شاعرا بعد شاعر، فلما دخلوا قال أبو العتاهية عش ما بدا لك سالما، هذا تبريك له. هارون الرشيد واقف والوزراء عنده الأمراء والعسكر والجيش داخل القصر، قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هيه، يقول مبروك عليك القصور، مبروك عليك هذا البناء الضخم. فانبسط انسجم. قال فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال إذا ضاقت عليك هذه وأتى ملك الموت علمت أنه كله لعب، كلها خديعة وكلها مسرحية عابثة، فبكى وأمر بالستور أن تهتك. وهذا أبو العتاهية يقول ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل كفرت نعمة ربي أن قلت أني مقل. عندك غرفة وعندك خبز وعندك ماء تصلي، انتهى الموضوع، أنت أسعد ممن جمع الدنيا ولكنه كافر بالله. ويقول هو أبو العتاهية رغيف خبز يابس تأكله في زاوية.